لازم بقى انت العليقه بتاعتك اللي انت بتعملها دي لازم تكون متزنه في مواد العلف، وكمان في الاضافات الغذائيه المهمه واللازمه لبيئه الكرش وصحه الحيوان. احنا قلنا ان الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش بتديني فيتامين بي 12، بس الحيوان مش هيعيش بالفيتامين بي 12، لا، ده انت لازم تضيف مجموعه الاملاح المعدنيه والفيتامينات عشان صحه الحيوان وعشان صحه الايه الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش وصحه الكرش عامه. وطبعا لازم تضيف خمائر، لازم تضيف مضادات سموم، لازم تضيف مضادات للحموضه. الحاجات دي كلها لازم تكون موجوده عندك في العليقه بتاعتك عشان بتحافظ على بيئه الكرش، وخاصه المضادات الحموضه، لان دي مهمه جدا عشان لو انت العليقه بتاعتك كانت منخفضه مثلا في نسبه الالياف ومفيش فيها منظمات حموضه، او الحيوان عنده خلل مثلا في عمليه الاقترار، هيحصل عندك مشاكل كتير جدا نتيجه لزياده الحموضه وانخفاض البي اتش بتاع الكرش، وممكن يؤدي لموت الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش. فخلي بالك من اتزان العليقه من حيث محتواها من الطاقه والبروتين، وكمان الاضافات الغذائيه من عناصر معدنيه وفيتامينات ومضادات سموم ومضادات للكوكسيديا، والحاجات دي كلها لازم تكون موجوده. وان شاء الله هنتكلم برضو في فيديو تفصيلي عن مكونات العليقه وتركيب العليقه، ده مهم جدا هنتكلم عنه ان شاء الله، ازاي تركب العليقه بتاعتك وتكون عليقه متزنه وتفي باحتياجات الحيوان وفي نفس الوقت تكون اقتصاديه.